ازيكم؟ اخباركم ايه؟ الفيديو ده فيديو سريع كده 3 دقايق هحكي لكم فيه على قصة حالة بتتعالج عندي عندها فايبروميالجيا. احنا اتفقنا قبل كده على موضوع الفايبروميالجيا، هو مرض بيزيد بالتوتر وبالزعل وبالحالة النفسية السيئة. الحالة دي بتاخد علاج الفايبروميالجيا عندي، وكانت مستقرة وماشية أمورها كويس وقعدت كذا شهر كويسة، وبعدين فجأة جات لي الأسبوع اللي فات كل مفاصلها تعبانة وكل عضلاتها تعبانة وكل جسمها بيوجعها ألم غير طبيعي. خلاص، فقلت لها انت ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ طب فجأة كده. المهم قالت لي انا كنت كويسة خالص، وبعدين انا زعلت جامد. ف من ساعة ما زعلت جامد الألم زاد عليا جدا. فقلت لها طيب ما احنا عارفين ان انت حالتك لازم ما تزعليش جامد. فقامت قايله لي الجملتين 3 ورا بعض اللي هقولهم لكم دي. قالت لي ابني مضايقني، وابني مزعلني، وابني مش عارف ايه. يرضيك ان ابني سنه 32 سنة وعايز يتجوز واحدة سنها 39 سنة. خلاص، وانا رافضه ان هو يتجوزها. طبعا هي بتتابعني وهتشوف الفيديو معاكم، بس انا يعني محدش يعرف هي مين، مش هنقول اسمها يعني. والألم زاد عندي وانا لا يمكن اوافق على الجوازه دي، وانا هقاطع ابني وعمري ما هعرفه طول العمر، وخلاص كده علاقتي بيه انتهت، وانا قلت له ما يتجوزهاش وحاجه كده يعني رهيبه. قلت لها طيب انت ما ينفعش تعملي كده. يعني اولا ما تاخديش الامور على اعصابك، وسيبي. انا موافق ان انت يعني رافضه الموضوع ده، واي حد طبيعي ما بيتقبلش حاجه زي كده، بس في نفس الوقت ما ناخدش الامور على اعصابنا وما نصعبش الحياه على نفسنا وعلى اللي حوالينا. في الاخر هو اللي هيتجوز مش انت اللي هتتجوزي، فما تاخديش الامور على اعصابك. ف قالت له يا انا يا هي، يا امك يا اللي انت عايز تتجوزها. فطبعا الامور بقت صعبه جدا، وبقى الابن في حيره ما بين اللي عايز يتجوزها وما بين امه. والست بقت تعبانه فعلا، ومفاصلها تعبانه وعضلاتها تعبانه وجسمها كله تعبان. وبقيت انا محتار بقى في الادويه اللي هزودها لها واللي هديهولها واللي هيسكن واللي بسط للعضلات واللي هيهدي اعصابها وهكذا. فانا قلت بقى اقول لكم الحكايه دي، اولا عشان تعرفوا ان الفايبروميالجيا بتزيد مع الزعل، ثانيا عشان تقولوا في التعليقات نصيحتكم ليها ولابنها، وتقولوا لي وهي هتقرا التعليقات. خلاص، ده فيديو سريع كده وهقفل وادخل فيديو تاني اجاوب فيه على كل اسئلتكم. يلا باي باي.